السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ اليوم قصتنا عن نكران الجميل. تدور احداث هاي القصة لبنية. فبنية شابة من اهل البصرة، ما حبت تذكر اسمها، بس راح نسميها اسم مستعار. مثلا شو نسميها؟ نسميها مثلا رهف. فشابة من شباب البصرة، يعني بنية. فراحت يوم من الأيام سافرت لبغداد البيت عماتها. فلقت وحدة من بنات عمها يتيمة وفقيرة، ويكربون عليها يشغلوها. فانقهرت هاي رهف اللي قلت لكم عليها، البنية الطيبة القلبها طيب. فقالت لهم ليش ويا هيك ويا بنت عمي تعاملوها لين يتيمة وما عندها أحد، جاي تستغلوها وهيك. فقالت لأبوها، قالت لبابا أريد إن هاي البنية تعيش ويانا. راح أسمي هاي البنية مثلا سوسن. البنية اليتيمة سوسن. فقالت لأبوها إلا تخلي هاي البنية سوسن تعيش ويانا يا بابا، لأن هاي بنت عمي وما يصير تظل عند عماتي، جاي عاملينها بقسوة. فالمهم يا شباب، قبل أبوها وجابتها وياها للبصرة، لبستها وكلتها وشربتها ودللتها أحلى دلال لحد ما كبرت وصار عمرها تقريبا فوق العشرينات، يعني شلون نقول 25 26 هيك. أخذتها يعني من صغرها تقريبا، مو يعني من ذاك الصغر، إنما أخذتها تقول عمرها تقريبا أخذتها بال14 سنة كان عمرها من أخذتها. ظلت عندي لحد ما صار عمرها هيك بالعشرينات 27 26 وتزوجت. المهم يا شباب، القصة كانت اختها ذيك البنية، اخت رهف الطيبة اللي اخذت هاي البنية سوسن، كانت تتعارك ويا اختها رهف، تقولها ليش جبتي هاي البنية وما تقبل وتتعارك ويا ذيك البنية، وذيك تدافع لها يا شباب. عرفتوا يا حبايب قلبي؟ فزوجت هاي البنية سوسن، جت لها قسمة، شافت لها قسمة من قرايبها من بعيد ما أعرف. المهم تقول زوجناها واحد غريب بعدين، فزوجناها واحد تاجر. هاي البنية سوسن هاي اليتيمة من الزوج التاجر، حالها تعدل صارت غنية. المهم يا شباب، فالسالفة ما طولها عليكم، ومرت الأيام ومرت السنين. ليش ما البنية رهف هم الزوجت الطيبة اللي من البصرة قلت لكم عليها، أخذ السوسن اليتيمة واعتنت بيها وكل شيء سوت لها. ليش ما دارت الأيام والبنية رهف الزوجت واحد فقير من أهل البصرة. وللعلم ديك سوسن اليتيمة هم الزوجت من البصرة، بس ديك الزوجة غني، إنما الطيبة رهف شو الزوجة فقير. المهم يا شباب، ودارت الأيام ودارت الزمان، ما قامت تسأل عن صديقتها وبنت عمها رهف أبدا، ولا قامت حتى تساعدها. يعني الإنسان ما يصير ينكر الجميل يا شباب، نكران الجميل ما يصير. فهي نكرت الجميل بصديقتها وبنت عمها، يعني انت كنت يتيمة وساعدتك وسوتك، فليش يعني انت ما ساعدتيها من هي زوجة فقير؟ وللعلم ترى رهف بنت غناية، ابوها غني وتاجر، بس تعرفون يعني هواي فتقول انا ما طاح لي شيء من الورث، يعني ما قدرت اشتري لي، مجرد اشتريت لي بيت تجاوز مثل ما يقولون بارخص الثمن وقعدت تقعد بيه. وانا تقول السولف، تقول انا خذتها عندي وهسه هي مليارديرة ولا تسأل علي، تقول ولا تساعدني، وحتى بالكذب ما تتصل علي. تخيلوا
مدة يعني صار لها تقريبا بال20 سنة. 20 سنة يا شباب. يعني تخيلوا البشر ينسى المواقف الزينة. ليش؟ شنو السبب يا ترى؟ ليش الشخص ينكر المعروف؟ بس أريد أسألكم سؤال بالله تجاوبوني عليه. البشر ليش ينكر المعروف؟ ليش؟ مثلا البشر خليته، مثلا أنت افرض هسه خلصت القصة هنا. بشر اجى عندك خطار مثلا، خليته عندك مثلا نقول سنة. ليش من تخليه عندك سنة ينكر الجميل ويقول لك لا يابا أنت ما خليتني عندك سنة، يسوي السنة 6 أشهر. واللي تخليه عندك شهر يقول لك لا أنا ما قعدت عندك شهر، قعدت عندك هن 4 أيام 5 أيام. وليش الشخص ينكر؟ ترى مو حلو واحد ينكر المعروف. وهسه ما رادت مجرد من عندك ولا راد من عندك مثلا مساعدة أو شيء، بس ذكر على الأقل، اتصل عليه، طمن عليه. الإنسان ما يصير يتغير شباب. الإنسان ترى ما يصير يتغير بيوم وليلة. ترى الإنسان أهم شيء مبادئه وأخلاقه وطيبته وتعامله مع الناس وأخلاقه. بس والله يا شباب يعني نكران الشخص اللي ينكر المعروف. يعني هذا الشخص أنا صراحة ما أحترم أي شخص ينكر المعروف. أي شخص ينكر المعروف ما أحترمه. اللي يوقف وياك توقف وياه، مو تعوفه بنص الطريق مثل القصة اللي سمعناها. يعني أنت يا سوسن كنتي مثلا كنتي يتيمة وفقيرة وجدت شاية بنت عمك الغنية وقفت لك. من هي كانت غنية، شوفوا بس لاحظوا، من هي كانت غنية جت وقفت لها. بس ذيك من صارت فقيرة وذيك الفقيرة صارت غنية ما وقفت لها. شفت شلون تناقض؟ يقول لك ذيك الغنية بتخير شابعانة فلوس، يعني ما يهمها حتى لو زوجت فقير مو مهم. بس اللي ما شبعانة وشافت فلوس قالت شلون بعد، شلون اساعد بنت عمي؟ من اساعدها وما ساعدت بنت عمها. يا شباب اللي هنا تنتهي قصتنا، ونحب نقول لكم يا شباب دائما تذكروا شغلة واحدة: أي شخص يوقف لكم لا تنكرون المعروف وياه، ولا تعادونه ولا تحقدون عليه. يجوز تصير مشكلة بسيطة بيناتكم أو خلاف بسيط، فتذكروا الموقف الحلو. دائما تذكروا الكلمة الطيبة، تذكروا المواقف، الذكريات. شقد حلو واحد من يذكر، هسه شقد واحد من الحلو من يذكر الناس اللي يحبهم، الناس اللي وقفوا وياه، الناس اللي ساندوه. والله أنا هسه اللي اشتركوا بقناتي لحد الآن أذكرهم وأعرف هواي من أساميهم. يعني صراحة هواي من الأسامي المشتركين عندي أعرفهم وأعزهم واحترمهم. ليش؟ لأن وقفوا وياي. أي بشر يوقف وياي مستحيل، يعني مستحيل أقدر أجرحه بكلمة. تخيلوا بكلمة ما أقدر أجرحه هذا الشخص اللي يوقف وياي. يا شبابنا يا طيبين يا حبايب قلبي، شحالات واحد من يتذكر الذكريات، يتذكر أيامه، يتذكر منطقته، يتذكر من كان صغير شلون كان بمنطقته يلعب ويا أصدقائه ويسولف وياهم. والله أنا ذاك اليوم سوى زيارة لمنطقتنا القديمة، ايش قد ما الناس تحبني كلهم صاحوا، وهذا ذي الفقار كلها جت تسلم علي. تدرون ايش حسيت؟ والله حسيت روحي أنا مشهور وداخل بشارع والناس كلها تسلم علي وتسولف وياي. الناس كلها والله تسلم علي وتسولف وياي وتضحك وياي واضحك وياهم. ليش؟ لأن الإنسان يزرع، ايش يزرع يحصد. تزرع الخير تحصد الخير، تزرع الشر تحصد الشر. فالشر دائما ما يفيدنا يا شباب. دائما نبتعد عن الشر، لأن الشر شيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحياتنا لكم يا طيبين حبايب قلبي، وأتمنى استمتعتوا بالفيديو، وأتمنى من عندكم اشتراك بقناتي. تعرفون أنا هذا الحساب والله سويته حتى أسولف وياكم، حتى يبقى ذكرى حلوة، يعني سوالفنا وشقانا وتعليقاتكم الطيبة واشتراكاتكم بالفيديو يا بعد قلبي. تدرون بي أنا هم أريد مصدر رزق لي، بل كتا الله يصير وين الله يصير أحد المشاهير.
هاي ما أدري بعد بيد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحان الله. حبايب قلب الطيبين، أستودعكم الرحمن حبايب القلب، مع السلامة.